إنه يوم عيدهم، يقولون إنه لشكر السماء على ما وهبت للأرض من قطر في موسم إمطارها، واستشراف لربيع بات على الأبواب. ينشدون من أجله ألحان الرضا ويفاخرون فيه بجذورهم وتاريخهم. نحو 2,000,000 شخص من قومية الأرومو، أكبر قوميات إثيوبيا على الإطلاق، احتشدوا من كل حدب وصوب على صعيد مدينة بشوفتو جنوب العاصمة أديس أبابا احتفالا بهذه المناسبة، وهو تقليد ضارب في القدم. درجت القومية على الاحتفال به كل عام في الأول من أكتوبر تشرين الأول. منى وصديقتها كن ضمن المحتفلين رغم مخاوف من اندلاع اضطرابات كما حدث في احتفال العام الماضي، لكنها اليوم بدت أكثر تفاؤلا بمستقبل منطقتها. احتفال هذا العام كان رائعا. العام الماضي وقعت بعض الاضطرابات، ونحن هنا اليوم ندعو للسلام والمحبة وكلنا نشكر الله. غير أن الاحتفال لم يخلو من رسائل سياسية أراد البعض إيصالها مستغلين حماسة الاحتفال وجمعه، رسائل تدعو الحكومة الفيدرالية إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات والتنمية لمناطقهم. الحكومة لم تلبي مطالب المحتجين، وعليها أن تحترم الحريات كافة، وسنستمر في مطالبنا حتى تتحقق العدالة وانتقال السلطة للشعب. دعوات ترى إدارة الإقليم أن الحكومة أوفت بكثير من تعهداتها وماضية في طريق تحقيق التنمية والاستقرار وإتاحة الحريات، إلا أنها استنكرت إقحام السياسة في مناسبة تراثية كهذه. من حين لآخر تحاول بعض المجموعات السياسية استغلال هذا الحدث وتسييسه من منطلق أجندة سياسية، وهذا يفسد جوهر وأصل الاحتفال الذي توارثناه منذ أن وجد إنسان أرومو وتوافقت عليه الأديان، ومع ذلك فالاحتفال تم بسلام، وهذا يعود إلى وعي الشعب. على خلاف العام الماضي، انتهى عيد الشكر بالنسبة لقومية الأرومو خاليا من أي مظاهر عنف أو شعارات تهجيج، بل بدا متصالحا وسلميا، لكنه في ذات الوقت حمل دعوات إصلاح وإطلاق مزيد من الحريات. محمد الطيب، الجزيرة، بوشوفتو.